السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم نزهة ديفلوبمون. اليوم غادي يكون عندنا بإذن الله واحد الموضوع جديد. هو كيخص النساء بالضبط، ولكن حتى الرجال. لماذا؟ هما 3 عادات بسيطة تغير يومك فورا، والنتيجة إن شاء الله غادي تكون سريعة إلى طبقتوا هادو 3 عادات بسيطين جدا، ولكن بإذن الله غادي تبان لكم واحد النتيجة هائلة. ماشي غير هضره زعما، لكن جربوهم وغترجعوا لي في التعاليق واش لقيتوا واحد النتيجة ولا لا. هل تشعر احيانا ان يومك ثقيل منذ لحظة استيقاظ، ان المزاج سيء والطاقة منخفضة وكل شيء يبدو صعبا؟ المزاج هو الدماغ ديالك كتحس به ثقيل، والطاقة زيرو، وكل شيء يبدو صعبا. الحقيقة أن يومك لا يتغير بأشياء كبيرة، بل بعادات بسيطة جدا. نعاود نكررها، بعادات بسيطة جدا إذا واظبت عليها تغير شعورك فورا بإذن الله. غتقول لي شنو هما هاد العادات نزهة؟ جايب لنا شي خلطة سحرية. ماشي شي خلطة سحرية، ولكن هما عادات صغيرين وبسيطين جدا. نبداو بإذن الله. العادة الأولى وهي لا تلمس هاتفك أولا حتى 10 دقائق. التليفون ديالك ما غير انك تشوف، كاين اللي كيستعملوا باش يشوف فيه الساعه، ولكن كاين اللي كيستعملوا بحال انا كنستعملو كمنبه باش نوض لصلاه الفجر. يعني انت وحساب غير هذيك الشوفه الاولانيه فقط اول ما ترى عينك في الصباح يؤثر على عقلك طوال اليوم. عندما تبدا يومك بالاخبار او الرسائل فانت تسمح للعالم ان يقرر مزاجك. انت غادي تشوف التليفون ديالك غادي تبقى عليه في الصباح. هذا كنحيدوا الاستثناءات، هي انك تشوف فيه الساعه ولا المنبه ولا تطفي فيه المنبه. من غير هادو ما خاصكش نهائيا تهز الهاتف ديالك. علاش ما تستعمل الهاتف ديالك؟ حيت هادوك 10 دقائق اللي غتشوف فيهم التليفون ديالك تقدر تشوف فيهم شي حاجه غطير لك المزاج ديالك. النهار كامل غادي يدوز نهارك خايب بسبب ان ايميل شتي ديال شي فاكتوره خاصك تخلصها، شي غوطه، شي. دونك حنا الله كيفقنا مع الصباح. اول حاجه لا ما نهزوش الهاتف ديالنا، وغادي نقولوا اشنو غادي نديروا في هذا الوقت. اول ما تنوض غتاخذ واحد 10 دقائق من بعد ما شتي الوقت ديالك وصليت يعني الصلاه ديالك، غادي تحاول تتنفس بعمق. اجلس دقيقة في هدوء، اسأل نفسك كيف أريد أن أشعر اليوم؟ أين سعادة باغا نحس بها اليوم؟ سعادة متوسطة ولا سعادة فائقة ولا سعادة كثيرة جدا جدا؟ هادو هما الأسئلة اللي تسول بها راسك فقط. هذه الحاجة الأولى، العادة الأولى. العادة الثانية اللي خاصكم توليو تعملوا بها هي الحركة البسيطة للجسم. لا تحتاج الى رياضه طويله، لكن انت ماشي سبورتيف، دونك تي با بزوان دتر ان اتليت. دونك غير واحد الحركات بسيطين، دقيقه واحده من التمدد، المشي القصيره، وحتى تحريك الكتفين. بخاطر تحريك الكتفين بصح عندهم واحد الدور كبير في النشاط اليومي ديالنا. هذه ميم عطاني انا واحد الكيني شي حركات نديرها يوميا. اللي عنده مشاكل في الظهر ولا عنده مشاكل في السيرفيكال ديالو، انا عندي مشكله في السيرفيكال، دونك الكيني ديالي كيعطيني ندير واحد الحركات. قال لي تبقاي ديرها يوميا مع الصباح والمساء قبل ما تنعسي وفاش تفيقي. دونك قلنا حركات بسيطه للجسم، حركات توقد الجسم، كتنوضوا وكتوقدوا باش الجسم ديالنا كيحس بانه يستيقظ وخاصو اونفوا واحد لي زون للدماغ كيقول لي راه صافي، راه نهار راه بدا، راه غادي تبدا العمل ديالك. يعني كتمدد
راه شتو اول حاجه كتولي عنده مشاق قطوطه في الدار كيبان ليه بان القطط كتمدد كتير. التمدد واش فهمتو هي اللي راه كاين الناس اللي كيديروا اليوغا يعني كيستعملوا هاد التمدد كثيرا. كاين عنده حتى واحد كنقول ليه حتى واحد الكلمه اخرى المهم مشات عليا نقدر نلقاها. العاده الثالثه وهي كلمه ايجابيه لنفسك. وهذا الشيء راه قلت لكم في واحد الموضوع قبل، انا غادي نحطه لكم في خانه الوصف غادي تلقاوه ديال على هاد الكلمه الايجابيه على زعما الحاجه اللي كتعطي للذات. هاد الكلمه الايجابيه لنفسك قد تبدو بسيطه لكنها قويه. قل لنفسك سأتعامل معك اليوم بهدوء، أنا قادر على تجاوز هذا اليوم. الكلمات التي تقولها لنفسك تصبح إحساسا ثم توقعا. يومك لا يحتاج المعجزة، يحتاج وعيا، عادات صغيرة لكن تأثيرها كبير. ابدأ اليوم ولا تنتظر الغد. توعدوني بإذن الله غادي تبداو اليوم. خلوا لي في التعاليق سنبدأ اليوم إن شاء الله. غنقول لكم شكرا على المتابعة. كنشكر الجزائريين والمغاربة ديالنا وجميع المتبعين من فرنسا اللي هي المكان اللي كان اسكنوا فيه، والمتبعين ديال المغرب ديال الجزائر ديال مصر. شكرا 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 على دعمكم للقناة.